السلام عليكم. هاي آخر يوم لنا بنيويورك، هذا البيت. بعد 9 سنوات راح ننتقل إلى غير ولاية إن شاء الله. الدرس الأول بالنسبة لي أنه لا تتعلق بأي مكان ولا بأي شيء. قد ما تتعلق أقل قد ما السفر والرحيل يكون عليك أسهل. إذا تتعلق هواية يعني راح يكون السفر أصعب وأصعب. نيويورك حلوة بيها فصول، تشوف الفصول على يعني أتم وجه. الشتاء مالهم قاسي بارد، درجات حرارة تحت الصفر تقريبا الشتاء كله، يعني شهر الشتاء 12 واحد ثاني 11 مرات ثالث يومين كلها تحت الصفر، جماد ثلج عواصف. تعال ننظف وشيل راح اسوي بوستات ان شاء الله على بعض التجارب مع الثلج، واللي هو كان كل شيء جديد علينا، يعني الثلج مرات للركبة يصل اكثر. الربيع كلش حلو، وبعدين الصيف همين يعني تصير حارة كلش حارة، يعني الثامن التاسع السابع همين يعني حر يعني مو طبيعي. والخريف شيء كلش حلو بنيويورك، شوف الالوان والاشجار، يعني الوان الاشجار كلها احمر واصفر. يجون ناس من غير ولايات يعني حتى بس يشوفون يعني تسوق، تطلع انت تسوق يسموها اب ستيت، المنطقة الشمالية من نيويورك. الناس تسوق تشوف تتفرج الاشجار. راح نروح لفلوريدا، نجرب لنا غادي في 5-6 سنين، وبعدين ان شاء الله الله يعلم وين نروح. جزء على الويست كوست يعني كاليفورنيا وهذا الشيء. بس يا فلوريدا 24 ساعة حر. قريب جوا من العراق، بس على شنو؟ على رطوبة. خضار دائما خضار، و عواصف مشكلة بيهم، عندهم عواصف هاي من شهر السادس إلى شهر 11. هذا موسم العواصف، يعني مو دائما تصير إعصارات قوية، وإذا صارت يعني ما بكل المكانات، يعني يقولون كل 3-4 سنين تصير يعني عاصفة كلش قوية. بس مع هذا الناس أغلبها تفضل تروح لفلوريدا، يقول لك عاصفة كل 4-5 سنين ولا ثلج كل سنة. هسه ننتظر صديقي نروح نسلم بليتس مع السيارات، أرقام السيارات، لأنه بعناهم. هذا آخر شيء أسوي اليوم. عندنا حفل تخرج مع بنتي صغيرة، إن شاء الله نلحق نروح عليه. وطيارتنا بعد تقريبا ظهر، ورا الظهر، وربي يسهل ويسهل على الجميع، يسهل علينا إن شاء الله. اليوم إحنا بالليل نكون بفلوريدا، نبدأ مشوار حياة بالجنوب، نشوف شنو الله حاسب. الله يحفظكم ويسلمكم. السلام عليكم.